السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل طريقة الفراخ والفاصوليا، وطريقة الفراخ دي انا بحبها جدا ودايما بعملها. بجيب بصلايه وطماطمايه ببشرهم وبحط فيهم فلفل اسود وبحشي بيهم الفراخ بالشكل ده كده. بجيب بصلايه وببشرها بحطها في الحله. برص عليها الفراخ بالشكل ده وبسيبها تنزل المية اللي فيها. بعد كده بحط ورق لوري وحبهان ومستكة وجزر وبطاطس. الطريقة دي حلوة جدا وبحبها، بحب دايما اعملها. طبعا انا غالية مية بحط فيها مية كمان مغلية، لانها بتساعد في تسوية الفراخ وكمان بتخلي الشوربة طعمها حلو جدا. يا رب الطريقة تعجبكم. عايزة بقى لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. ودي طريقتي برضو في الفاصوليا. بحمر البصلة، ما بحمرهاش قوي بخليها تدبل. طبعا حسب الرغبة بتحطي فيها سمنة او زيت. بخليها تدبل بالشكل ده كده وبنزل عليها بالطماطم. بخليها تغلي غلوة، وطبعا انا الفاصوليا نقعاها وبعد كده حطيتها على النار تغلي غلوة واحدة. بعد كده نزلتها وصفيت منها المية. وهخليها تغلي في الصلصة، تكمل سواها في الصلصة بالشكل ده كده. وهبدأ احط التوابل بتاعتي. طبعا هي غليت غلوة واحدة، وبعد كده بحط الثوم ومرق الدجاج وملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وسبع بهارات. وهنا هعمل رز بشعرية. الشعرية هنا هحمرها في سمنة او في زيت على حسب اللي موجود عندك. بتاخد لون ذهبي. بعد كده هنزل بالرز وهقلب فيه حوالي دقيقة بالشكل ده كده. جميلة جدا الطريقة دي حلوة قوي. هقلب الرز في الشعرية بالطريقة دي لحد ما يسخن معايا شوية. بعد كده هنزل بالمية السخنة. ونزلت بالمية السخنة على الرز بالشكل ده. بعد كده هحط فيها مرق الدجاج، وطبعا بتدوبيها فيها وخلاص كده. معايا الفراخ استوت. هجيب دبس الرمان وهدهن بيها الفراخ وهدخلها الفرن. هتتحمر معايا. بعد كده هجيب فحمة هولعها واحطها في طبق واحط عليها زيت. بتبقى بتخلي طعم الفراخ طعمها حلو جدا وبتخلي لها ريحة حلوة بالشكل ده. بجد جربوا الطريقة ديت جميلة جدا وبتخلي الفراخ طعمها حلو قوي. وكده خلاص الاكل خلص معايا وجاهز. الطريقة دي حلوة جدا، ودي طريقتي في الاكل. لو عجبتكم اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في اللي انا عملته. والشوربة كمان طعمها جميل جدا بالبطاطس والجزر. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. وتكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم في القناة وايه رأيكم في الوصفات اللي بقدمها. انا عملت 3 صواني كيكة. 3 كوبايات بنخلهم كويس جدا علشان الكيكة تطلع معايا ناجحة. بحط عليها كوباية سكر وكوباية عصير برتقال. كوباية الا ربع زيت. كيس فانيليا وكيس كيك شيف وبيكنج باودر و3 بيضات ومعلقتين خل
وبشر برتقان. انا نخلت ال3 كوبايات بالشكل ده. لازم ننخل الدقيق كويس لان ده من اسرار نجاح الكيكة. وطبعا انا كل ما اجي اعمل كيكة لازم انخل الدقيق كويس جدا، لان انا معرفش ان الدقيق ممكن يكون النوعية بتاعته كويسة او لا. هحط بيكنج باودر، معلقة كبيرة بيكنج باودر في الدقيق، واقلبهم كويس في الدقيق. بعد كده هحط معلقة كبيرة كيك شيف. والكيك شيف بستعمله في الدقيق علشان الكيكة بتاعتي تطلع فاتحة وما يكونش فيها فراغات. من اسرار برضو نجاح الكيكة الكيك شيف بيخلي الكيكة بتبقى لونها فاتح مش غامق. حطيت بشر برتقان. هحط البيض في الخلاط، هضربه الاول وهحط معلقتين خل. انا ضربته كويس بقى بالشكل ده. هحط عليه السكر وحط عليه فانيليا. بعد ما ضربت البيض كويس والسكر، حطيت معلقة بيكنج باودر ومعلقة كيك شيف. بعد كده هحط البرتقان والزيت. الزيت بحطه اخر حاجة. وطبعا ننزل بالخليط تدريجيا. احط الخليط في الدقيق بالتدريج، ونقلب كويس جدا علشان ما يكونش فيه تكتلات في الكيكة بالشكل ده كده. يا رب تكون عجبتكم. مستنية تعليقاتكم على الفيديو. قولوا لي ايه رأيكم في الوصفات، وايه رأيكم في كل حاجة بقدمها على القناة. بشكر كل اللي بيعلق لي، كل القنوات الجميلة اللي بتدخل لي. قنوات جميلة جدا، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. جبت الصينية ودهنتها زيت، وطبعا بحط فيها دقيق. بعد كده بنزل بالخليط على الصينية. ولازم اخبطها من فوق لتحت كده علشان لما يكون فيها هوا بيطلع. هعمل الصينية التانية، والصينية التانية اصغر من الصينية الاولى اللي انا عملتها. هعملها بكوبايتين دقيق ونص. وطبعا برضو نخلتها. هنخلها برضو في الطبق اللي انا عملت فيه. وهحط فيها البيكنج باودر والكيك شيف وبشر البرتقال. وده الخليط معايا. انا حطيت على الكوبايتين ونص 2 بيضة ومعلقة خل كبيرة ونص كوباية سكر، لان الصينية دي انا مش عايزاها مسكرة قوي. وطبعا كوباية الا ربع زيت بس كوباية صغيرة مش كبيرة لان الصينية صغيرة. وكوباية برتقال. وطبعا دهنتها زيت وحطيت فيها دقيق ونزلت الخليط بتاعي فيها. والشوية الباقيين اللي في الطبق عملتهم بالكاكاو بالشكل ده، وهسقطها في الكيكة من جوه. هي طبعا هتدينا شكل جميل جدا بعد ما الكيكة تتقطع.
هدخلها الفرن على 180 وبكون مسخناه قبل ما ادخل الكيكة. طلعت معايا بقت بالشكل ده كده. بصراحة طعمها كان جميل جدا وتحفة. اعملوا الطريقة اللي انا بعملها وان شاء الله تنجح معاكم. تاني ما تنسونوش بقى في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد مني ان شاء الله. وطبعا دي الصينية التالتة نفس المقادير الصينية الاولى. طبعا بشر البرتقال مبين فيها وشكلها حلو قوي وطعمها كان لذيذ جدا. طبعا ممكن يعني نزينها بأي حاجة بقى، عندنا فراولة موز اي حاجة عندنا ممكن. لو عندك مربى برتقال مربى فراولة ممكن تزينيها بأي حاجة. لو مربى الفراولة بتبقى جميلة جدا عليها مربى البرتقال. بجد شكلها حلو أوي وطعمها كان لذيذ. شايفين معايا شكلها عامل ازاي؟ بجد لذيذة جدا وجميلة جدا، يا رب تكون عجبتكم. وهنا رشيت عليها جوز الهند. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.